عمرك سألت نفسك لو حياتك متعلقة على كابل بين السماء والبحر هتعمل ايه؟ تخيل تصحى من النوم تلاقي نفسك في اقصى نقطة جنوبية في قارة اسيا، وتلاقي نفسك في جزيرة سنتوسا واول مرة تركب فيها التلفريك. العربية تتحرك وتلاقي نفسك بين الغابات والاشجار تبان صغيرة جدا، وفجأة البحر يبان قدامك واسع ورهيب، تحس انك طاير فوق البحر وقلبك بيرقص من الرهبة، بس جواك حاجة ممتعة بتقول ان اللحظة دي مش عايزها تخلص. واول ما توصل تلاقي تراك سباق عربيات طويل جدا، واول ما تدوس بنزين الدنيا كلها تتمسح من دماغك، وانت نازل على منحدر خطير جدا والهواء بيخبط في وشك وايدك على الدركسيون كأنك بطل سباق عالمي. وبعدها تدخل متحف الشمع بتاع مدام توساد وانت واقف تتصور مع اشهر نجوم في العالم، وبتضحك في سرك وتقول يا رب اصحابي يفتكروا الصور دي حقيقية. وبعد كل المغامرات دي تروح على البحر، الجو هادي والهواء نظيف، وتتمشى على جسر خشبي بيوصلك لاخر نقطة جنوبية في قارة اسيا، وكل خطوة بتاخدها اكنها بتوديك لمكان بعيد عن الدنيا، وتقول لنفسك يا سلام لو معايا كوبايه شاي بالنعناع دلوقتي، ياه والله ما انا راجع. المعلومه ان جزيره سنتوسا بيزورها اكتر من 20 مليون شخص في السنه، واول كيبل كار في العالم بيربط بين جزيره ومدينه موجود في سنغافوره وتاسس سنه 1974. اما الجسر الخشب فده بيوصلك لاخر نقطه جنوبيه في قاره اسيا. السؤال بقى، لو معاك تذكرتين لجزيرة سنتوسا تختار مين يروح معاك؟ اكتبولي في الكومنتات، وما تنسوش تيجي بكرة عشان المغامرة لسه ما خلصتش.